ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كويسين. وحشتوني جدا جدا جدا، ورجعت لكم في فيديو جديد. لو انت لسه جيت في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصل ليك كل جديد، وكمان اعملوا لايك حلو للفيديو وكومنت كده حلو زيكم. ويلا بينا. الفيديو النهارده دي هيبقى عباره عن انا عملت اشكال تزيين الدفاتر. اكيد شايفين الوان ومقلمه وكشكول، فانا هقولكوا ازاي مثلا تزينوا الكشكول بتاعكم، سواء مثلا يعني ده مش لتربية طفولة بس، لعموما يعني حد حابب يزين الدفتر بتاعه، سواء بينفع للمدرسة والكلية. احنا مثلا عندنا سكاشن وكده، فحابين ان حابة يعني يبقى الكشكول بتاعي مميز ويبقى شكله لذيذ ومرتب. كمان تربية طفولة بقى وحركات، فهنرسم رسومات للأطفال والحاجات دي. وينفع كمان انا عاملاه لما انا هروح مدرسة بقى تدريب وكده، يبقى الكشكول بتاعي كويس. فقلت ايه ازينه كده بحاجات حلوة عشان لما اجي احضر تبقى الرسومات جاهزة واحضر الدرس على طول. فاحنا معانا الوان ومعانا حاجات كتيرة قوي، هوريكم اللي انا عملته. دي كده اول رسمة، ايه رأيكم فيها؟ سهلة وبسيطة وشكلها حلو قوي وكمان شيك، ولما اكتب كده بقى بالالوان البرونز والحاجات دي هتبقى شكلها جميل خالص. قولي رأيكم. وعملت حاجة زي كده مثلا لو هكتب عناوين، هكتب حاجة ينفع في اشكال تانية كتير، بس انا دي حاجات عملتها فقلت اوريها لكم. والشكل ده ايه رأيكم؟ شكله لذيذ قوي كده وكيوت وسكر. وكمان الرسمة دي سهلة وبسيطة واي حد ممكن يقدر يعملها، يعني مش لازم تبقى شاطر قوي في الرسم عشان تقدر تعمل حاجة زي كده. فاحنا عملت الاربع رسومات دول كبداية عشان اوريهم لكم، وكمان لو حابين ان انا اعمل لكم الحاجات دي وانا برسمها قولولي في الكومنتات، وانا اعمل لكم فيديو كده بالبطيء للمبتدئين، وهيبقى اشكال تانية كتير كل ما ارسم شوية هوريهم لكم. تمام؟ فقولولي رايكم في الكومنتات وايه احلى رسمة فيهم. ولو انتوا عندكم افكار كمان ابعتها له على الانستجرام ميمو عازر 9 واعملها لكم. وبس كده، لو عجبكم الفكرة وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت كده حلو زيكم. وعايزين نوصل ل25,000 قبل عيد ميلادي، عيد ميلادي 24/10، فحابة ان انا اتم ال25,000 بسرعة. وبس كده، بحبكم قوي وباي باي، وانتظروا فيديوهات حلوة كتير.